إن بعد ما اتخانقوا قتلته وقطعته وسلقت اللحم في مية مغلية. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. وبعديها عملت أحلى وجبات كبسة ووزعتها على عمال باكستانيين في الشارع. بس ده راجل كريم قوي، بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. وبعد 3 أيام من تقطيع وفرم اللحم، كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ يا ريتني ما سالتك. نظفت المكان ورمت الزيادات في الزبالة ومسحت آثار الجريمة. حرمه سعراني. ولكن من سوء حظها ما خدتش بالها بنص الضرس اللي كان مستخبي تحت شفرات الخلاط اللي الشرطة اكتشفته بعد تفتيش كل الشقة. يعني ما فيش حاجه؟ ما تفتشوا كويس. والمحكمة حكمت على البنت بالسجن المؤبد. السيدة المغربية وصفت الجريمة بأنها وقعت في لحظة جنون. فيا صديقي لازم تاخد بمقولة الشاعر الكبير حسن شاكوش: